في فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع العادة السرية. ايه اضرارها وايه فوائدها؟ الله، هي ليها فوائد؟ موضوع النهاردة حساس شوية ومش كل الناس بتحب تتكلم فيه، فلو انت بنت اقفلي الفيديو وروحي شوفي فاطمة ابو حاتي هتطبخ ايه النهاردة. كده انا عارف ان مفيش بنات بتتفرج غير هما 3 بنات من ضمنهم امي، فيا امي روحي شوف فاطمة ابو حاتي هتطبخ ايه النهاردة. النهارده انا هكلمك من الناحيه العلميه، انا مش شيخ عشان اتكلم في الناحيه الدينيه، وهقول لك رايي بس اخر الفيديو. فكمل الفيديو الاخر وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد كل اسبوع. خلينا نتكلم ان في شويه اشاعات طلعت عليها زمان، زي ان هي مثلا بتجيب ضعف في الركب وضعف في الانتصاب وسرعه قصف واصابات في العضلات لو انت عملتها قبل التمرين. ده غير طبعا حجه ضعف النظر دي او الحبوب اللي كانت بتطلع هنا. كل دي حاجات اشاعات وغلط خالص. أضرار العادة بتتكون من جزئين، جزء نفسي وجزء جسدي. تعال نتكلم عن الجزء النفسي الأول. أول حاجة الشعور بالذنب. طبعا دي معصية كبيرة لربنا، عشان انت مش بتعمل العادة بس، انت بتعمل العادة وبتتفرج على بورن هاب أو بتقرأ قصص، كل دي ذنوب انت بتعملها، فأكنك بتضرب 3 ذنوب في ذنب واحد. فانت بتحس بالذنب ان انت عملت حاجة تخجل منها قدام ربنا. تاني حاجة عدم الثقة بالنفس. هتقولي ليه؟ هقولك عشان دي بحاجة انت بتعملها وانت لوحدك، بتبقى متحوط نفسك بعيد عن اي حد، فمبقتش عارف تتعامل مع المجتمع دلوقتي. تالت حاجة الشعور بالقلق والاكتئاب. من مميزات العادة السرية ان هي بترفع معدل هرمون الدوبامين بنسبة عالية جدا في وقت قصير، فبتحس بسعادة لحظية. لكن بعد السعادة اللحظية دي بيحصل انخفاض مباشر لهرمون الدوبامين، فبالتالي بتحس ان انت متضايق وبترجع تاني مكتئب، وده خطر الادمان. رابع حاجة وهي إذا تاني حاجة الشعور بالوحدة والعزلة. هتقولي ليه؟ هقولك عشان دي حاجة انت بتعملها وانت لوحدك، فانت بتقضي معظم الوقت بتعملها وانت لوحدك. فمثلا اللي بيعملها مرة في اليوم بيقعد له من 2 ل3 لوحده في الأوضة، ما بالك باللي بيعملها ب3، ما بالك باللي بيعملها ب4. فانت حابس نفسك في الأوضة حرفيا، فما بقتش عارف تتعامل مع أهلك أو تتعامل مع أصحابك بشكل صحي. أما بالناحية الجسدية فهي ليها 3 أضرار ملهمش رابع. أول حاجة ضعف الانتصاب عند الرجالة، يعني من الآخر يجي يقف يقع. تاني حاجة التهاب في مناطق البروستاتا، يعني المناطق اللي بيجيلك فيها التهابات على طول. تالت واهم حاجة الادمان. كل حاجة بتزيد عن حدها فهي مضرة حتى لو الحاجة دي صح. من كام سنة كده جامعة هارفارد عملت بحث حلو قوي عن فوائد بقى العادة السرية، وطلع عليها فعلا شوية فوائد حلوين هقولك عليهم. 1. بتقلل الضغط النفسي وبتعلي الاسترخاء، وطبعا دي حاجة كلنا حسينا بيها، وان هي بتقلل كده الضغط النفسي وان انت مبقتش متعصب خلاص، وبتعلي الشعور بالراحة خالص. تاني حاجة زيادة قدرة التحمل في العلاقة الجنسية. الانديورنس بتاعك هتلاقيه بيزيد في العلاقة، وده بشكل ملحوظ. بدل ما هتقعد 7 دقايق هتقعد 8، هتقعد 9، ان انت بقيت قادر تتحمل. رابع حاجة تقليل نسبة حدوث سرطان البروستاتا بنسبة 20%، ودي حاجة في قدرة الغيب، ودي حاجة في قدرة ربنا ما نقدرش نحددها اصلا. لو انت من الناس المحترمه اللي كملت معايا اخر الفيديو، فتعالى اقول لك بقى رايي الموضوع ده ايه. بص يا سيدي، اول حاجه انا وانت عارفين وخلاص كلنا بينا كبار وعارفين ان دي حرام. حرام ليه؟ علشان القران منع عنها، حللها لك لو انت متجوز بس، ما ينفعش انت تخرج الحاجات دي بايدك من الاخر، فهي حرام شرعا. اي فوائد ليها فانت قصادها بتاخد ذنوب، فهل انت هتشتري الاخره بالدنيا ولا هتشتري الدنيا بالاخره؟ انت اتخلقت اصلا في الدنيا علشان تخش الجنة، فانجح في الاختبار وابعد عن الشهوات اللي ملهاش لازمة. كل دي صدقني لحظات سعادة لحظية، بتفرح 5 دقايق وبترجع حياتك تاني، فاسترجل كده وكمل للاخر. وبكده نبقى وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات تحت امتى اخر مره عملتها. ولو عاوز تسالني على اي حاجه ابعت لي على الانستجرام، اسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، خش اعمل لي فولو وابعت لي في الدي ام على طول.